استراتيجية مكونة من 3 خطوات هتحول اكونت لينكد ان بتاعك لكم فرص، واخر خطوة هي المفاجأة. لينكد ان حقيقي هو واحدة من افضل البلاتفورم اللي تقدر تشتغل من خلالها سواء فول تايم او بارت تايم او فريلانس، بس الفكرة كلها ان ازاي اقدر استفيد منه وفعلا يجيلي شغل حقيقي، وكمان الناس هي اللي تدور عليا مش انا اللي ابعت وادور على شغل. حاجة كنت بعملها ان انا بشير شغلي وبحط لينك البيهانس بتاعي بحيث ان الناس تبقى شايفة شغلي بشكل ملموس وواضح. الناس لما بتشوف شغلك ده بيبني ثقة ما بينك وما بينهم ان هم يشوفوا شغلك على الحقيقة. في خطوة كنت بحرص عليها هي التفاعل. المهم قوي ان انا اتفاعل مع الناس على البوستات اللي هم بينزلوها طالما حاجة هتفيدني، او لو في مثلا حد باعت سؤال او بيسأل على حاجة ان انا اجاوب معاه. كل ما انا بتفاعل مع الناس بشكل اكبر كل ما اسمي بيبدأ يظهر للناس بشكل اكبر. ده كمان بيخلق تواصل مهني وتخلي الناس تحفظ اسمك. فمهم قوي لو انت عايز تبني براندنج ليك وعايز تبقى اسمك معروف وتنتشر على لينكد ان انت تتفاعل مع الناس. دي بقى الخلاصة واكتر حاجة فرقت معايا بجد وقدرت من خلالها اوصل ان انا اشتغل مع كلاينتس سواء فول تايم بارت تايم او فريلانس، وهي كانت مشاركة رحلتي وخبرتي الشخصية في سوق العمل على لينكد ان. انشر بانتظام التحديات اللي كانت بتواجهني، الحاجات اللي اتعلمتها، النجاحات اللي حققتها، الخطوات اللي وقعت فيها وازاي استفدت منها. مشاركة قصتك وخبرتك مع الناس بتحول الاكونت بتاعك من شخص بيدور على شغل لشخص عنده قيمة حقيقية يقدمها للناس، فبتحول لشخص خبير في مجالك، بتخلي فرص الشغل هي اللي بتجيلك مش انت اللي بتدور عليها. قولوا لي بقى في الكومنت ايه اكتر المشاكل اللي بتواجهكم على لينكد ان وازاي بتقدروا تستفيدوا مني. يومكم سعيد.